كمان نفسي يبقى كفايه. انا مش عارف انتوا شايفيني عاقل ولا شايفيني مجنون. انتوا ساكتين ليه؟ ما حد يرد. ما ترد عليا يا بابا، اقول لها انتوا شايفيني عاقل ولا شايفيني مجنون. كفايه بقى يا حسن، حرام عليك، سيب ابوك في حاله بقى. انا بساله. مش هيرد عليك يا حبيبي، ابوك مش هيرد عليك. ليه؟ مش هيرد لانه بقى. لا هتسكت ولا هتسكت؟ اسكتي. ابوك مات، تقدر تقول لي هو فين؟ اسكتي. هو فين؟ اسكتي. لا مش هسكت. اسكتي. لا مش هسكت. اسكتي. مش هسكت. اسكتي. مش هسكت. اسكتي بقى. اسكتي. مش هسكت. انت ليه ما بتردش؟ ابوك مات يا حسن. لو في واحد جه سألني ايه افضل فيلم مصري بالنسبة لك اخر 16 سنة، ده لو يعني حد سأل، فهقول له فيلم اسف على الازعاج، وده لاسباب كتيرة جدا. الفيلم جامد والحبكة بتاعت الفيلم كانت مفاجأة لكل اللي اتفرج عليه، بس انت ما سألتش نفسك قبل كده انت اتغفلت في الفيلم ده ازاي؟ يعني انت ازاي ما شفتش او ما استنتجتش ان ابوه ميت، او ان فريدة مثلا ملهاش وجود اصلا؟ وده بقى بسبب اللي كتب الفيلم. اصل اللي كتب الفيلم يا جماعة شخص عبقري وموهوب، وهو استاذ ايمن بهجت قمر، والمخرج اللي عرف يطلع بتحفة فنية حقيقية وهو المخرج الكبير استاذ خالد مرعي. النهارده بقى هقولك ازاي قدروا انهم يضللوك وفي نفس الوقت كانت الحقيقة قدام عينك طول الوقت وانت مش واخد بالك منها. فخلينا نبدأ واكشن يا ابني. في تكنيك مهم جدا في كتابة السيناريو والأدب عموما اسمه الرنجة الحمراء، والرنجة الحمراء دي تبقى نوع من أنواع الرنجة ريحتها يعني قوية قوي، قوية حبتين يعني. وكانوا بيستخدموا النوع ده من الرنجة في تدريب كلاب الصيد وهي بتصطاد الثعالب، عن طريق إنهم يدخلوا الرنجة والكلاب تشم الريحة القوية فيتشتتوا عن هدفهم الأساسي. وأول مرة تم استخدام المصطلح ده سواء في السينما أو الأدب كان في أوائل القرن ال19، ومعناه في الأدب والسينما هو وسيلة تضليل للمشاهد عن الحقيقة عن طريق إني بخلي المشاهد يشوف كذا دليل قدامه، لا والمشاهد كمان يحس ان هو الصح، ولكن في الحقيقة انا بشتت المشاهد عن الحقيقة مش اكتر. والتكنيك ده مشهور جدا في افلام الجريمة والتشويه والتحقيق وافلام تانية كتير زي انقاذ الجندي ريان، لما في اول الفيلم بنشوف مشهد لقبر ونتفاجئ في النهاية ان اللي مات ده مش ريان، بل اللي مات ده كان الكابتن ميلر القائد بتاع الكتيبة. وزي افلام كيفنز اوت سواء كان في الجزء الثاني او الجزء الاول. طيب في واحد هيجي يقول لي ايه علاقة بقى الرنجة الحمراء بفيلم اسف على الازعاج؟ حرفيا الفيلم بيضللك طول الوقت، وزي المشهد اللي كان حسن بيلاعب فيه ابوه اسكواش، لو ركزت شويه هتلاقي ان ابو حسن ما لمسش الكوره اصلا ولا مره، ودي برضو حاجه كانت غريبه جدا، بس انت برضو تخطيت الموقف عادي جدا. قلت يا وطني خالص. ومشاهد تانية كتير زي مشهد حسن مع فريدة لما حدف لها الطوبة عشان تلقطها وهي ما مسكتش الطوبة اصلا، ده موقف عادي جدا بس وراه تضليل لحاجه قدام، لما نعرف ان فريدة ملهاش وجود اصلا. ودي بصراحه يا جماعه صياعه جامده جدا من المخرج. اصل ازاي قدر انه يحط لك حاجات تخليك تشك وفي نفس الوقت خلاك تكمل الفيلم عادي، لا وتتفاجئ من النهايه والحبكه كمان. بس هنا بقى يجي سؤال مهم جدا، ازاي الحقيقه كانت قدام عينينا طول الوقت واحنا ما كناش واخدين بالنا او ما كناش حاسين باي حاجه غريبه؟ وده عن طريق تكنيك اسمه الفور شادوينج او الانذار. والتكنيك ده بالبلدي كده بيديك اشارات او تلميحات لاحداث الفيلم قدام، وفايده التكنيك ده هو انه بيخليك عندك فضول وفي نفس الوقت بيخليك مش مرتاح وانت بتتفرج على الفيلم وحاسس ان في حاجه غلط بتحصل او في حاجه انت لازم تعرفها. وفي افلام كتيره جدا استخدمت التكنيك ده من غير ما احرق، افلام زي ذا برستيج وزي فيلم هي ديبارتد للمخرج مارتن سكورسيزي، وطبعا فيلم زي فيلم فايت كلاب، ومسلسل بريكنج باد الجزء الخامس الحلقه ال16 اللي كانت بعنوان فيلينا، وطبعا فيلم اسف على الازعاج. وده حصل في مشاهد زي اللي كان بيقابلهم حسن وبيشتموه بطريقه غريبه جدا كأن الموضوع عادي خالص، زي المشهد مع فرد الامن وبياع اعلام المنتخب. افتح انت المحل ده 10 الصبح يا حيوان. قلت ايه؟ 10 الصبح بالتمام. وده كان بيحسسك انك مش مرتاح او ان في حاجه غلط. وطبعا المشاهد اللي كانت الناس بتبص فيها لحسن بطريقه غريبه جدا تحسسك ان هم عارفين حاجه انت نفسك مش عارفها، لا وانت عندك فضول رهيب جدا انك تعرفها. وكل ده حصل عشان تقدر انك توصل للحظه المعينه اللي فيها البلوت تويست لما حسن بيعرف ان ابوه ميت وان فريدة اصلا ملهاش وجود. طب ايه هو الهدف الحقيقي لتكنيك الفور شادوينج وتكنيك الرنجة الحمراء؟ الهدف هو ان المؤلف والمخرج بيجهزوك لمفاجأة قدام، او بمعنى صح البلوت تويست او الحبكة الاساسية بتاعت الفيلم، بحيث ان انت لما توصل للحظة بتاعت الحبكة ما تبقاش انت شايف ان الحبكة مش منطقية او انت مش مقتنع بيها، لا ده بيمهدك بيها طول احداث الفيلم حرفيا. بل ده يمكن السبب اللي خلى فيلم اسف على الازعاج هو فيلم مختلف عن الافلام اللي كانت بتنزل في الفترة دي، وخلاه ياخد مكانة عظيمة جدا في الافلام المصرية على مدار سنين كتير. وحقيقي
حقيقي كم المجهود والتعب اللي كان من صناع الفيلم ده كلهم حرفيا لازم نشكرهم عليه، لان الناس دي عملت حاجات كتيره جدا كانت مختلفه وقتها. وفي النهايه فيلم اسف على الازعاج يعتبر واحد من اهم الافلام في السينما المصريه، ويا ريت نرجع نعمل افلام متعوب عليها بالشكل ده بدل افلام العيد بتاعت السنه دي اللي ما اتمناهاش لألد اعدائي. وبس كده، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك شير وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس. وبس كده، فركش.